الحلقة الرابعة، السر اللي محدش هيقولك عليه عن التخسيس في رمضان. ناس كتير قوي بتدخل رمضان وهي فاكرة انها هتخس تلقائي بسبب الصيام، لكن المفاجأة ان وزنهم بيزيد. طب ليه؟ لانهم بيقعوا في الفخ اللي محدش هيحذرهم منه. النهاردة بقى هقولك على السر اللي هو لو عرفته هتحول رمضان لأقوى فترة حرق دهون في حياتك. الفخ اللي بيوقف حرق الدهون في رمضان، معظم الناس بتعمل حاجتين غلط في رمضان بيدمروا الحرق تماما. اول حاجة اللخبطة في الاكل، بيبدأوا دايما الفطار بكميات كبيرة جدا من السكريات والنشويات والمقليات، وده بيرفع السكر وفجأة الجسم بيخزن دهون بدل ما بيحرقها. تاني حاجة قلة الحركة، بيكسلوا يلعبوا رياضة يتمرنوا، وده من الحاجات اللي ممكن تضيع الحرق بتاعنا تماما. طب ايه السر اللي يخليك تحرق دهون وبسهولة في رمضان؟ السر الاول النافذة الذهبية بقى. بعد الفطار بساعتين الجسم بيكون في انسب حالة لحرق الدهون، ولو استغليت الوقت ده بتمارين خفيفة زي المشي او تمرين مقاومة ده هيخلي حرقك يزيد جدا. السر التاني اقوى اكلة سحور تشبعك وتحرق. معظم الناس بتاكل سحور غلط، عيش ابيض، سكريات، نشويات كتير، وده بيخليك تجوع بسرعة تاني يوم. طب الحل؟ خلي سحورك دايما غني بالالياف وبالبروتين زي الزبادي، زي الشوفان، زي البيض، زي الفول، زي الجبنة، لان ده بيعلي حرقك وبيخليك تفضل شبعان فترة طويلة. تالت سر، اشرب المشروب الصح قبل النوم. في مشروبات طبيعية بتسرع الحرق وانت نايم، زي مشروب الزنجبيل بالليمون او الكمون بالقرفة، هيخليك تحرق من غير ما تحس. لو عايز تخس في رمضان بدون تعب، ركز على 3 حاجات بس. الفطار بيكون متوازن ومفيهوش سكريات كتير. استغل النافذة الذهبية بعد الفطار للرياضة. خلي سحورك ذكي عشان الصيام يكون مريح ويخليك دايما شبعان. ده السر اللي محدش يقولك عليه، ولو طبقته هتشوف فرق ضخم جدا في جسمك بعد رمضان. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة وحلقة جديدة من حلقات رمضان. كل عام وانتم بخير. رمضان أحلى مع صانع التغيير دكتور هشام الوفي. كل عام وأنتم بخير.